زيزو. هو بالنسبه لزيزو، انا لما كنت بشوفه مع الزمالك كنت بشوف ان جمهور الزمالك عامل عليه هاله جامده من الاعلام. هو لعيب كويس ما يقارنش بالاساطير، يقارن مثلا بحسين الشحات او كده. لما الاهلي جابه انا الصراحه كنت شايف ان هي فرصه للاهلي كويسه، لعيب نجم في الدوري المصري بقى ليه دور مع منتخب مصر، وجه في الاخر ان بقى انتقال حر، فالاهلي لازم كان يركز ان هو كان عايز يجيبه. يعني دي فرصه كويسه جدا للاهلي، خصوصا ان هو ما كانش هيكلف الاهلي مبلغ في التعاقد. لما الاهلي جابه كان مستني منه، الجمهور كان مستني منه نفس المستوى اللي كان بيقدمه مع الزمالك. زيزو لعيب ممتاز جدا، ولما بيلعب وينج بيبقى قوي جدا. هو كان مع الزمالك بيعمل اسيستات وكان بيشوط، ولما بيلتزم بحته ان هو يلعب وينج. لكن انا شايف الصراحه ان في ظلم اتعمل ضده من ساعه ما جه الاهلي، مش حته حد ظلمه، حته ان كان في مدرب ريبيرو لعبه في دور مش مركزه خالص. في لعيب بيقدر يتطوع يلعب في اكتر من مركز زي امام عاشور، لكن زيزو ما يعرفش يلعب غير وينج يمين، وهو عدلة رجله كده، هو نظامه كده من ساعه ما بدا يلعب كوره.